باغي الخير هذا شهر مكرمة. أرسل رسالة إلى كل من بلغ رمضان حيا، فإن الذين لم يبلغوه كثر، والذين لن يبلغوه في هذين الأسبوعين أو أقل لربما أيضا كثر، والراحلين إلى الدار الآخرة الذين لم يبلغوا معنا رمضان أو يبلغوا بعضه ولم يبلغوا آخره لربما كثر. السؤال: هل قلبك مستعد لاستقبال رمضان؟ لا أقول البطن ولا أقول الثلاجة ولا المكيف، فإن المكيفات قمنا بصيانتها، والثلاجات ها نحن نقوم بملئها. بقي هذا القلب، هل هو قادر على أنه يرفع العمل في رمضان إلى الله، أم أن المضخة متعطلة؟ لو اتصل أبناؤك من بيتك أن الخزان الأرضي توقف الدينمو ولا يرفع إلى الدور الثاني أو الثالث، لهرعت وصلحت وغيرت فحمات الدينمو أو غيرته، قال له كاد أنك لن تصبر على أن الماء ليس في بيتك. بعضنا صام 20 رمضان ولم يرفع منه رمضان واحد، والمصيبة ليس في أنه كان من المفطرين، كان من الصائمين المتصدقين القائمين المعتكفين التالين الذاكرين الله كثيرا. مشكلته جاره الذي بجواره أو صاحبه الذي في عمله أو رحم بينه وبينه شحناء. إصلاح السرائر أكبر عبادة نستقبل بها رمضان. إصلاح السرائر، لأن الله ينظر لها قبل أن ينظر إلى الصور وقبل أن ينظر إلى الأعمال. أتقانا في رمضان ليس أكثرنا ختما للقرآن، أتقانا في رمضان ليس أكثرنا قياما بالقرآن، أتقانا في رمضان ليس أكثرنا صدقة، أتقانا أسلمنا قلبا وصدرا. المخموم الذي قلبه طاهر ليس بينه وبين مسلم شحناء ولا مسلم يوجد في صدره قد أغلق الباب عليه، لا سجين لديه. كلهم في شعبان شهر رفع الأعمال، قال لكل أرحامه وزملائه وأصدقائه والذين ظلموه والذين قد أكلوا عرضه، قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا عبد تقي سامي الإيمان من أهل السمو الإيماني. ولذلك أيها الأحباب بقي 7 أيام على رمضان. سؤال: هل قلبك مستعد ليرفع الأعمال؟ وفي سؤال محزن آخر: هل رمضان الماضي مرفوع أم لا؟ والله مأساة أن بعضنا والله لم يرفع له العام الماضي، فكيف بالعام القادم؟ ومصيبته أن المشكلة في قلبه في صدره لا في مظهره ولا في ظاهر أعماله. قلبه ملوث، قلبه به الحقد والغل. لذا الرسالة تقول: فقه الصيام يسير أن أقوله لك. وبعضنا لو أنه تمضمض بلا تعمد ودخل قطرة من الماء في جوفه لاشتكى إلى المفتين: يا شيخ صيامي صحيح، أنا أكلت والمؤذن يؤذن، يا شيخ كنت أظن الأذان قد أذن وأفطرت قبله. ويسأل عن قطرة الأنف وقطرة الأذن وقطرة العين، وحبيبنا عمله ما رفع أصلا، حق العام الماضي ما رفع. ما هذا الحرص على صحة الصيام في الظاهر؟ والصيام للتقوى وليس للجوع. حبيبنا ما قال الصيام ها هنا وأشار على بطنه، بل صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا وأشار إلى صدره. لعلكم تتقون، ليس لعلكم تجوعون ولا تعطشون. لذلك حتى لا نفتر في رمضان القادم، وحتى لا يمر علينا كما مر غيره، أنا طالبك وقبلة على جبينك وعينك: اغسل قلبك بماء العفو والرضا، وقل عجلت إليك ربي لترضى، ستذوق طعم القيام
والصيام كأجمل رمضان مر عليك في الحياة، وتلبس الثوب الجديد في العيد وأنت تفرح بالعيد مبتهجا. أما والله فإن القاطع والهاجر لا فرحة له، لا يفرح بطاعة ولا يفرح بعيد. لما؟ لأن الله قال للرحم وأقطع من قطع، إذا قطع الله فلا يصلك أحد. هذه همسة في أذن كل مؤمن سيبلغه الله رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم يا رب بلغنا رمضان، وارحم كل نفس ما أدركت رمضان، واجعل عيدهم عندك جنات النعيم يا رب العالمين.